كابتن محرم الراغب مدير عام النادي كان موجود، هيقدم مذكره بكره لمجلس اداره النادي لاتخاذ ما يراه من قرارات حفاظا على حقوق النادي الماديه والادبيه. الخلفيات عباره عن ايه يا استاذ جمال تقريبا؟ والله يا كابتن مدحت انا اتمنى كان في كاميرا من المدن اللي كانت موجوده، اعتقد حضرتك مظبوط. التلفيات حتى يعني حتى اللي موجوده، حتى كشافات الكهرباء اللي على الابواب كله اتكسر، كله كسر، يعني حاجه واقعه. وبعدين دخلوا لدرجه الدخل وصل حمام السباحه في الداخل، يعني حاجه ما تعرفش. وبعدين الامور حصلت قبل المباراه، يعني الناس جايه ومدبره هذا الامر او عايزه ترتكب تصرفات شغب وخلاص يعني. طبعا دي مش رياضه، ودي حاجه بعيده عن الرياضه تماما. ومع ان المباراه اقيمت في جو كويس جدا، وكانت مباراه كويسه جدا بين الاهلي والزمالك، الاهلي كسب 28-22 والزمالك قدم مباراه كويسه والجمهور استمتع بيها. هو كان انما الناس اللي جت تصرفت بهذا السلوك ده سلوك خارج، والسلوك لا يمت الرياضه بصله يا كابتن. وتم اقتحام البوابات، يعني الناس الاعداد الكبيره دي عنوه عن الامن اللي موجود على البوابات. طبعا يا كابتن مدحت دخلت عنوه، طبعا هي استغلت التواجد الامني، كان موجود جنب الباب اللي جنب الصاله المغطاه. كان هناك بوابه اخرى رئيسيه للنادي الاهلي حضرتك عارفها اللي جنب اتحاد الكوره، فهم طبعا تحولوا الى البوابه الاخرى، ما كانش فيه تركيز امني عليها بالقدر الكافي لان كانت الناحيه الثانيه ناحيه الصاله. فقدروا يقتحموا هذه البوابه، واخد بال حضرتك. وطبعا تخيل موقف في حاله ذعر بين الاعضاء، يعني تصرف ما ينفعش، تصرف حاجه تسيء للرياضه بشكل عام يعني. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال، اشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه طبعا الخبر اللي قدامي زي ما قال جمال حدوث اعمال شغب بمباراه كره اليد اللي اقيمت اليوم بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. شهدت المباراه قبل بدايتها اللي قدام حضراتكم دي، قبل ان تبدا المباراه واضح ان كان في اقبال جماهيري كبير جدا على الملعب. شهدت احداث من جانب جماهير نادي الزمالك وفق الخبر ووفقا لما اكده الاستاذ جمال جبر اكيد، حيث اقتحم اكثر من 2000 من مشجعي نادي الزمالك نادي الاهلي، وحطم جمهور نادي الزمالك الكراسي الموجوده بالنادي وعلى جانبي السباحه، يعني وصلوا لغايه حمام السباحه جوه. تسبب في كسر غرفة الإداريين وأحدثوا تلفيات كبيرة. حمام السباحة تقدر بآلاف الجنيهات، بالإضافة إلى اختفاء مجموعة من أجهزة الكمبيوتر. كما قامت قوات الأمن بالقاء 12 مشجع وقال حوالي 22 من رابطة ألترا الزملكاوي بعد اقتحامهم لمقر النادي الأهلي، بعد رفض دخولهم لمتابعة فريقهم أمام الأهلي في دوري اليد بسبب امتلاء الملعب وامتلاء الدراجات، وهو ما أثار حفيظة الجماهير التي اقتحمت مقر النادي وحطمت السيارات المحيطة بالنادي. كان في لقطة السيارة دي بتاعت وائل شيتوس قطعا وهو في جهاز التدريب نادي الجونة، وقطعا محسوب قطعا على النادي الأهلي. على الجانب الآخر نفى حمادة عبد الباري مدير اداري بنادي الزمالك ان تكون جماهير اقتحمت النادي الاهلي، وقال ان امن النادي الاهلي منع جماهير الزمالك من الدخول، وعلى اثره جرت احتكاكات بين جماهير الناديين تدخلت خلال الامن للسيطره على الوضع. كما اعتدت الجماهير على وائل رياض مدرب نادي الجونه اثناء تواجده بمقر النادي الاهلي. يعني طبعا وضع مؤسف للغايه. عايز اقول لحضراتكم بمنتهى الصراحه، والاستاذ جمال قال احنا كان عندنا كاميرا بالفعل، وهذه الاحداث صوت وصوره.